يا ساتر يا رب، اخر 3 مواجهات ما بين الاهلي والزمالك كل دي مكاسب. اركن لي الكلام ده على جنب، انا لا مؤاخذه في اللي يخصني حبايب قلبي، مش حاسس بحاجه، مش حاسس باي حاجه خالص مختلفه. سبحان الله يا اخي، الاتنين جايين ببلاش، الاتنين محطوط لهم مكافأة توقيع عالية، كل واحد فيهم يخرج من النادي يكسب ويبقى زي الفل. دي مفارقة غريبة جدا يا عم هيثم، محدش مركز معاكوا انتوا الاتنين. عرض لك لجمهور الزمالك الصراحة، كده كده الفرقة الناس كلها عارفة ان هي مش في احسن حال، وان هم ملصمين بعضهم بمعنى اصح، بس في لعيبة خذلتك النهارده. يعني الراجل ده ما ينفعش تستنى منه 200%، لان اكيد في السن ده مش هيديك ال 200%، بس في لعيبة تانية المفروض تستنى منهم. بصراحة وجهة نظري المتواضعة جدا ان حتى لو المدافع بتاعك بيعرف يشوط ضربات الجزاء في ماتش مهم وحاسم وسط الجماهير دي كلها، ما ينفعش تحمله مسؤولية ان هو يكون راجل مدافع يخش يشوط ضربة جزاء زي دي. ضربة جزاء الزمالك لو كانت جت كانت هتبقى نقطة تحول، كان ممكن يغير سيناريو الماتش كله.